السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب فراويل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني وبيعملوا لي لايكات واشتراكات وتعليقاتكم الجميلة. ربنا يدومكم في حياتي نعمة يا رب. وفينك يا ماما زوزو؟ بقالك كام يوم ما بتخشيليش، وحشتيني. ربنا يطمنا عليك يا رب، ولعل المانع خير. ربنا يطمنا عليكي. هتتكلمي على ايه يا فراويل النهارده؟ انا هتكلم على سلمى والبورسعيدي. فاتحين بستات النهارده. سلمى فاتحه بس، وطبعا عماله تتكلم على البورسعيدي، ومطلعه طبعا تسجيلات ليه هو ومراته. واسمعوا، حطت الصب طبعا وشغلت الصب. كتر من الفضايح، يا اللي انت رايح. وبصوا بتقول ايه، وبصوا بتعمل ايه، وبصوا بيقول ايه، وعماله بس تسمع الناس. وانا هفضحك على اليوتيوب، وانا هفضحك على السوشيال ميديا. انا مش هخليك ان انت تطلعي بعد كده. وعامله عمايلها. وطبعا مطلعه طبعا اثباتات، وقاعد طبعا جوزها ما يقولهاش عيب ولا يقول لها احترمي نفسك. عماله طبعا تقول الفاظ خارجه، وتتكلم بالعين والحاجب، وتغمز في عينيها. وبصراحه ربنا يعني شغل الواحد بيبقى قاعد كده محروق دمه من اشكالهم. بس برضو مضطرين يعني نخش لكم يعني غصب عننا. المهم، فقاعده طبعا، وانا هاخد الولاد وانا هاخدهم قريب قوي. انا هاخد عيالي. طب ما انت هتموتي على عيالك كده؟ كنت رامياهم بقالك سنة ليه؟ ولا هو صرمك اتحرق لما بقى ليهم ام وبقى محافظة عليهم وبتأكلهم وبتشربهم؟ لا، ما انت اللي انت بتقوليه كلام، والفعل حاجة تانية خالص خالص خالص. انت بتقولي حاجة والفعل حاجة تانية. ولا حاجة. والفعل بقى النار واكلاكي. ومن امتى وانت بتصوري انت والباشا سيشن، وعاملين سيشن وبتتصوروا ومأنججاه وعامله عمايلك، والنهارده متصورين وبكره هنتصور؟ طلعتيه ليه؟ ما انت مخبياه ومدارياه ومخلياه ان هو مدفون تحت الارض. لما هو بقى يطلع بمراته بقى يصور هو ومراته، ويعملوا مقالب ويعملوا تحديات ويعملوا حاجات حلوه هو ومراته. مش مهم اي حاجة. انت بتتريقي على المولتو، بتتريقي على اللي بياكلوه. يا ستي دوت عندهم بالدنيا وما فيها. مالكيش دعوة. خليكي في نفسك، مالكيش دعوة. ياكلوا حلو ياكلوا وحش، هم حرين. انت عماله تتريقي، وبص هم عاملين ايه، وبص الهوهوز، وبص المولتو. يا ستي كل واحد على قده، ما تتنكيش قوي كده، وعيشي عيشة اللي جابوكي يعني. وانا هاخد العيال؟ طب انت العيال ده العيال بتقطع القلب. العيال النهارده يعني فارس النهارده خلانا كلنا بكينا النهارده. كلنا بكينا. وقاعده تتكلمي انت حتى ما فيش في قلبك رحمه. انت ما فيش في قلبك رحمه لابنك. احنا اللي ولا امهات ولا شفناه ولا نعرفه. الدموع دي بقت نازله من عينينا من شكل الولد. وهو خد يا فارس فارس، خد يا فارس. راحت هي مستنيه ماما مخشيه وشك. وراحت قايمه جاريه بله شعر الواد ومسرحاه، ومقعد الواد على حجره. وعمال عايز تشوف مين يا فارس؟ عايز تشوف حد؟ الواد يقول له لا. عايز تكلم حد؟ الواد يقول له لا. طب لو حد كلمك؟ الواد عينه رغرغت بالدموع وراح باصص في الارض. قطع قلوبنا كلنا وصعب علينا كلنا. وخلى الدموع دي بقت نازله من عينينا طبعا. عشان احنا امهات، احنا امهات. لكن انت رميتي الكل، انت بتتكلمي وعينك تتدب فيها رصاصه. انت حتى ما حنتيش لعيلك. انت حتى عينيكي ما دمعتش على الموقف اللي انت شفتيه. احنا يا غرب ضعفنا وعيطنا، انت ما ضعفتيش. انت بتتكلمي عينك تتدب فيها رصاصه. ليه يعني؟ وهو واحده من المتابعين وبتقول له بلاش الكلام دوت يا محمد وبلاش. قال لا لا، لازم اطلع الواد، ولازم كلكم تبقوا شاهدين، ولازم كلكم تبقوا عارفين الواد بيقول ايه. الواد مش عايزها، الواد مش عارف ايه. في ايه؟ في ايه؟ انتوا عمالين انتوا الاتنين داخلين قدام بعض سبق. اللي يكسب. مش عاملين حساب للعيال الغلابه اللي طالعه في وسطيكوا. انتوا مش عاملين حساب للعيال الغلابه. الولد النهارده قطع قلوبنا كلنا وخلانا النهارده بكينا يعني. ربنا يعلم بالواحد النهارده كان عامل ازاي. والام طبعا متحضنه بجوزها، والاب متحضن بمراته، وضاربين الدنيا صارمه وعاملين عمايلكم، ولا هممكم العيال ولا شاغلكم العيال، وبتجروا بالعيال.
واحدة بتتاجر بمالك وهو بيتاجر بعياله، وقاعدين اطلع قول اطلع عيد، وانتوا عمالين بس تتاجروا وعاملين عمايلكم. ويا موكا كلم احمد، ويا موكا يقول له يا بابا، واخر قله ادب واخر سفاله. والراجل اللي قاعد جنبك يا سلمى ما يقولكيش عيب ولا اختشي على الكلام الخارج اللي انت بتقوليه. انت اتكلمتي في كام جمله في منتهى السفاله وقله الادب، وانا مش نيتي حاجه، لا وانت نيتك وحشه وبتغمزي بالعين وبترفعي الحواجب. ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ وعارفه ان عندك بيخش لك رجاله وعندك رجاله، وجوزك طبعا قاعد يرحب بالرجاله اللي عندك، حتى ما قالكيش احترمي نفسك ولا تلمي، ولا انت عامله احترام للراجل اللي طلعات تصوري سيشن وعايشه في الدور ان انت في سن المراهقه بتاعتك. طب انت في سن مراهقه، طب هو يحافظ على سن الراجل الكبير. لكن المشاهدات والفلوس بتعمل اكتر من كده. وانا كنت بره وبعتولي وقالوا لي الحقي يا سلمى، وانا رجعت هفتح بس وارجع اخرج تاني، هرجع مش عارف ايه تاني ليه يعني. وفي جلسة مش عارفة يوم ايه وجلسة يوم ايه، وطالعين مقضينها بس جلسات ومقضينها محاكم وحبس وقلة أدب وسفالة، وده بيعلي على ده ودي بتعلي على دي. وهي حوريه تقول لها ست قدام ست، وانا اخد حق جوزي، وانتي طالعه ده ناخد انا كمان حقي مش عارفه ايه. وعاملين عمايلكم انتوا الاتنين ومش عاملين حساب للعيال اللي طالعه، العيال اللي اتدمرت. الواد النهارده متدمر على رجل ابوه، متدمر متدمر. الحزن كله في عينه النهارده، والله الحزن كله في عينك يا فارس النهارده. وابوه طالع بس ماسك الميجا عمال بس ياكل 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 ويغمض في عينه ويفتح في عينه، منظر معفن 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 عامله. وهي قاعده جنبه معجبه بيه. هي قاعده جنبه معجبه بيه وقاعد عمال قرف 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 بصراحه. ما تحترموا نفسكم بقى واعملوا اي محتوى واعملوا اي حاجه كويسه، ما تجيش على حساب العيال وما تجيش على حساب صحه العيال. اذا كنت انت ولا اذا كانت هي، طلع يا احمد الباشا من الموضوع، وطلع حوريه هانم من الموضوع، وخليك انت وهي وسلمى. العيال دي عيالكم انتوا الاتنين، لو بعد الشر جرى لهم حاجه هيحرقوا قلوبكم انتوا. بس هي انت متهيألي يا سلمى مش هيتحرق قلبك، عشان لو انت عامله حساب ليهم ما كنتيش رميتيهم. بس ما علينا يعني، انتوا مش عاملين حساب للعيال اللي بتدمر اللي حواليكوا. وفرحانه قوي ان فارس ضرب بالبت بالكوع، وفرحانه قوي يا اختي قاعده متفرجه انت في فيلم سيما ولا ايه؟ اللي الامهات بتموت عشان خاطر عيالها، والامهات بتضحي عشان خاطر عيالها. انت لا ضحيتي ولا زفتي، بس لما اتجوز وبقى ليه واحده ست افتكرتي عيالك، وافتكرتي ان انت تاخدي عيالك، وافتكرتي ولادك وعايزه عيالك. ما انت راميهم بقالك سنه ما تعرفيش حاجه عنهم. اشمعنى لما ظهرت واحده نظفتهم وحمتهم واكلتهم عايزه عيالك؟ وما ظهر برضو واحدة برضو في حياته برضو واتجوز وبقى ليه واحدة، طلعتي الباشا من الجراب وطلعتيه، وعن قريب قوي قوي هتظهريه. اعملي حسابك وخليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين يا حبايبي ويا اخواتي، خليكوا شاهدين قريب قوي. سلمى ام سرمة هتطلع الباشا البنكيري وهتوري الناس جماله وحلاوته اللي مدارياه. يا اختي جاتك 60 نيلة عليكي وعليه، جاتك 60 لو قاعد متباهي قوي، ما انا معايا عيال وبصرف عليهم وما بعملش زيك انت يا معفن ما بتعمل، وما بعملش زي مش عارف ايه، فلوسهم بتروح لهم لحد عندهم وببعت لهم كل طلباتهم. انت بتبعت، انت رامي عيالك، لكن هو مع عياله هيبعت لمين؟ هو هيبعت لمالك اللي ما يعرفش اساسه ولا راسه ولا يعرف هو فين، اللي واخداه طفشانه ما يعرفش هو فين. ما هو معاه الولدين بياكل ويشرب وهو اصلا قاعد بعياله. هيبعت لمين؟ انت بتبعت لعيالك عشان انت عارف مكان عيالك فين، لكن هو هيبعت لمين؟ هيبعت لمالك؟ ما هو كده كده هو هياخد مالك، ياخد مالك، هي تبقى معاها مالك، هي تاخد العيال. المهم ان العيال اعصابهم متدمره، والعيال اعصابهم تعبانه. وراعوا شعور العيال اللي طالعه، حرام عليك، بدل ما العيال ما تمشي وتطفش ما تعرف لهمش طريق. العيال بتكبر مش بتصغر، العيال بتكبر. انتوا بعد كده هتدوروا على العيال مش هتلاقوها، والله ما هتلاقوها. يبقى بص، هيبقى رد فعل للي انت بتعمله واللي مامتهم بتعمله، عشان انتوا مش عاملين حساب للعيال، انتوا عاملين حساب لنفسكم بس. انت تكيدها وهي تكيدك، وانت تغيظها وهي تغيظك، ومش عاملين حساب للعيال الغلابه اللي ما بينكم.
حرام عليكم، اتقوا الله فيهم. وانت يا حسن، وانت مش عارف يا حسن، انا قلت ايه يا حسن؟ هاتهولي وتعالي، خد العيال، هاتهولي وتعالي تعالي. هو ايه اسلوب التهديد اللي انت بتتكلم فيه ده؟ انت بتهدد؟ هو ده اسلوب واحد متفاهم واحد بيتكلم؟ وهو البنكيري بيقول لك انا قلت لك باحترام نخلي العيال يشوفوا بعض ونخلي العيال، انت رفضت. انت طالع النهارده، انا قلت لها هاتي وتعالي، تعالي في اي حته، هاتي اللي معاكي وتعالي. انت مالك ومال اللي معاها ومال زفت على دماغك؟ انت مالك؟ ما تخليك في اللي انت فيه. وربنا يهدي، وعشان خاطر العيال، وبصوا للعيال اللي ما بينكم، حرام عليكم، ما تخليش النار والصرم بتاعكم يقيد قوي للدرجه ان انتوا تدمروا فيها عيال طالعه. ولو عجبكم الفيديو حبايبي لايكات واشتراكات، واوعوا تنسوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.